كوره واحمد حسام عوض، لان احمد واحد من الناس الحقيقه اللي عملوا مجهود كبير جدا جدا في الملف ده مع الاستاذ ايمن حسين، مع نيره، مع كل المجموعه اللي موجوده. اذا الاهلي مش محتاج يقعد يحط ارقام ولا يدخل، لان ساعات بنتكلم يقول لك ايه يا عم انت ما تقوليش شعارات، الاهلي ازاي حاطط لده 17 ولده 20 ولده ولده ولده؟ لان في الناحيه الثانيه بيقول له انت بتلعب في الاهلي هيجي لك اعلانات، لو بقيت احسن لعيب في مصر هيجي لك اعلانات مضاعفه، لو بقيت رقم واحد في مصر هيجي لك 3 اضعاف الاعلانات. فالكره هنا في رجلك، مكسر الدنيا، خد بقى زي ما انت عايز، لم شيكات زي ما انت عايز. النهارده امام عنده عروض هو وزيزو كتيره جدا، يختاروا ما بينهم. وانا بتكلم على الاثنين بالاخص لان انا اعلم جيدا شركات داخله على الاثنين، عايزين فلان وفلان، عايزين فلان وفلان. خلي بالكم برضو ان في شركات او في تعلق جمهوري او تعلق جمهور بشخص وباسم بيخليه ليه قيمه تسويقيه كبيره. فاذا النهارده الاهلي مش هيبذل مجهود كبير جدا من خلال وليد صلاح. وليد صلاح لما بيطلع يقول لكم انا النهارده تجديد عقودي او العقود اللي بتكلم فيها في البادجت ده، هو صادق، مش هيتعتع. وليد مش هيروح فوق ال 25